وين هذا الدكتور؟ شبيك؟ شنو هالهوسه اللي سويتها بالباب؟ ترى كل شيء يصير بهاي المستشفى ضمن توجيهات وزاره الصحه. والله بشرفك انت مقتنع بتعليمات وزاره الصحه؟ دباع عليك تشرجف المغطين بالمريض يعض الكلب ويعوص. لك شنو هاي تعليماتكم؟ زياره مريض ب 3000 دينار، ليش؟ طاب للزوراد اشوف قرد اني، خو ما اشوف قرد، هم لو اشوف قردها ما ارخص من عندكم. لو هاي السالفه الثانيه تاخذ جثه الميت ب 40,000، يا اخي ماخذ بنطلون كاحت من الكرادان الخاطر الله، ما يصير هيجي، خلي اقتل لك اثنين من العشيره اسوي لي خصم 60,000 بعد 3 مرات. زين شنو هاي السالفه الجديده مالتكم؟ اسئله واجوبه ب 3000 دينار، دا احكي ويا صاحبتي مثلا؟ ها؟ لو احكي ويا صاحبتي هم ارخص من عندكم. زين قل لي ورا 12 ايش قد تحسبوا لي المكالمه؟ ب 1000 ونص مثلا؟ يا اخي المنيو مالتكم مساج الريف لا تخربوه بالمستشفى. اوقف لحظه اوقف، انت اصلا هذا المريض مالتك كنت تراجع عليه كتني كتل، ما بقى مسكن ما ضربت لي اياه، ما بقى دواء ما انطيت اياه وبعدين وين؟ كله صوصكم، انتم لو ما مانعين الزياره كان انا جيت وحليت الموضوع. شنو الحل؟ هاك بزن انطي هذا شنو هذا؟ انطي شوفه باوع باع صح باوع، لا بنج ولا شو اسمه. من البدايه وانطوحه بالله اكبر عليكم. يلا قوم خلي ورا، يلا امشي في مال الله.